أول غزوة في الإسلام اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غزوة الأبواء أو ودان. دي كانت في شهر صفر السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها يعترض قافلة لقريش، وكمان علشان يستكشف الطرق حوالين المدينة والمسالك اللي بتوصل لمكة. وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم خلى سعد بن عبادة رضي الله عنه مسؤول عن المدينة، وخرج بالمهاجرين بس، ما كانش معاه ولا أنصاري. وفي الغزوة دي حصل أهم حاجة، إن بني ضمرة عملوا معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدهم مخشي ابن عمرو الضمري. اتفقوا معاه إنه لا يغزوهم ولا هم يغزوه، ولا يعينوا على حد، ولا يكفروا عليه جمع ولا عدو. واتكتب بينهم عهد مكتوب، وبكده النبي صلى الله عليه وسلم عمل أول معاهدة قوية حوالين المدينة، وبين لقريش واليهود إن المسلمين بقوا قوة حقيقية. وانتهت الغزوة من غير أي قتال، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منصوراً بلا حرب، لأن النصر ساعات بيكون بالحكمة مش بالسيوف. ودلوقتي يا أبطال، بعد ما عرفنا أول غزوة، مين يعرف الغزوة اللي بعدها كانت إيه؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض سلسلة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.